ثانية واحدة كده وتخيل معايا، مش يمكن دي تكون آخر مرة تعيش فيها يوم عرفة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في البداية كده أحب أفكركم إن أي دعم بسيط منكم بيفرق معايا جدا، سواء لايك أو كومنت أو اشتراك. يلا بينا نبدأ، يلا. في الأول كده أحب أقول لك إن يوم عرفة ده يوم مش عادي، اليوم ده في ناس بتتولد من جديد فيه، وأحب أقول لك كمان إن اليوم ده اللي ربنا بيغفر فيه وبيسترنا فيه وبيفتح لنا فيه أبواب كانت مستحيل تتفتح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليوم ده: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. يعني ايه بقى؟ يعني ربنا بيديك فرصة جديدة تمسح فيها كل الذنوب في يوم واحد بس. انت عارف اجمل حاجة ايه؟ اجمل حاجة انك مش لازم تبقى كامل عشان ترجع لربنا او عشان تروح لربنا في اليوم ده. اليوم ده فرصة عظيمة جدا لكل واحد عايز يتوب توبة نصوحة او عايز يقرب من ربنا، حتى لو ذنوبك كتير، حتى لو ذنبك من الكبائر. اليوم ده باب ربنا بيفضل مفتوح طول اليوم، وعلشان كده مهم جدا انك ما تضيعش يوم عرفة، ما تضيعش اليوم ده في نوم او في الموبايل او في اي حاجة ملهاش معنى. حاول في اليوم ده تقعد مع نفسك شوية، تدعي من قلبك بجد، وما تستبعدش ابدا ان دعوة واحدة بس ممكن تغير حياتك كلها. تحدي الفيديو ده او فورة الفيديو ده بتقولك ان في ايام بتعدي علينا ايام عادية جدا، وفي ايام بتعدي علينا ولكن مش عادية، ويوم عرفة ده يوم من الايام اللي مش عادية، فحاول تستغلها صح. وبكده نكون خلصنا كلامنا. ما تنساش لو الكلام ده عجبك تدعمني بلايك، لو اي حاجه حابب تقولها لي تكتبها لي في تعليق، ولو مش مشترك اشترك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.